ازيك يا مامي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسة. عندي ليكي حكايه جامده جدا وهتعجبك قوي. لا مش انترستد. مش انترستد ايه؟ بقولك عندي ليكي قصه جميله هتطلعي منها بموعظه وهتستفيدي منها وكمان هتتسلي. لا بلاش. انتي بس استني. كان يا مكان يا ساده ركزي معايا يا ساده اهو، يا ساده يا كرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت جميله اسمها نادين، كانت عايشه مع مامتها وكانوا يعني حالهم مش احسن حاجه، ما كانش معاهم فلوس كتير، بس كانت مامتها واخده بالها منها وبتجيب لها كل حاجه على قد ما تقدر. وفي يوم راحت تشتري حاجات لمامتها، وهي راجعه في الطريق فجاه لمحت حاجه على الارض. ايه ده؟ الله، ده فلوس كتير قوي. انا محظوظه قوي. الاول فرحت قوي وقعدت تفكر في الحاجات اللي ممكن تشتريها بالفلوس دي، وبعدين جه في بالها حاجه. ايه ده؟ دول زمانهم وقعوا من حد. جات لي فكره، انا هستنى 5 دقايق، لو صاحبهم ما جاش هاخد الفلوس لنفسي. هلا سينودي فوق دقيقة. يا رب ما حد بقى يظهر والفلوس تبقى بتاعتي. كده خلاص، ال5 دقايق عدوا واخلي الفلوس لنفسي. يوه، صاحبة الفلوس جت، لازم اديها الفلوس بقى. هديها الفلوس وخلاص. بقول لك يا حبيبتي، معلش، ما شفتيش مبلغ من الفلوس كده وقع على الارض؟ وقع مني مش لاقياه. لا ما شفتش حاجة. طب هم وقعوا منك هنا اكيد؟ اه اكيد وقع مني هنا، والله دي فلوس البيت. انا مش عارفه اعمل ايه، هصرف على ولادي منين بقيه الشهر؟ طب هدور عليها. حاضر. طب بصي، ده رقم تليفوني اهو، لو لقيتي الفلوس اتصلي بيا، او لو اي حد لقاها وقالك اتصلي بيا على طول. شكرا يا حبيبتي. مشيت نادين وهي زعلانه من نفسها عشان ما رجعتش الفلوس، وبرضه فرحانه عشان الفلوس لسه معاها، ومع الوقت نسيت خالص موضوع الست دي. طب دلوقتي اعمل ايه مع ماما؟ لو قلت لها اني لقيت فلوس هتقولي رجعها لصاحبتها او اوديها للقسم. انا جات لي فكره جامده قوي. انا مش هطلع الفلوس مره واحده، كل شويه اصرف حبه صغيرين، فهي مش هتاخد بالها. ازيك يا نودي، عامله ايه؟ ازيك يا مامي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ طب فين الحاجه؟ حاجه ايه؟ حاجه ايه؟ الحاجات اللي انت كنت نازله تشتريها لي، انت نسيتي ولا ايه؟ نسيت. نسيتي ازاي يعني؟ ازاي تنسي الحاجات؟ انت اصلا نازله تشتري حاجات، نسيتي ازاي؟ مش عارفه بس نسيت. انت مش كنت كاتباهم معاكي في الايباد؟ ايباد؟ هو فين ايبادي؟ نهار اسود، انت نسيتي ايبادك كمان؟ يا لهوي. افتكرت نادين انها لما كانت مستخبيه كانت حاطه الايباد على الارض. جريت على المكان اللي كانت واقفه فيه وقعدت تدور، ما لقيتش اي حاجه، ورجعت البيت وهي حزينه جدا. مش لاقياه. دورت عليه كويس؟ دورت عليه في كل حته. طب خلاص ما تزعليش، ما تعيطيش، خلاص.
ان شاء الله يبقى في حد عنده امانه واخلاق يلاقيه ويدور عليكي ويرجعه لنا. ايوه فعلا، اللي يلاقي حاجه لازم يرجعها لاصحابه. افتكرت نادين الست اللي ضاع منها الفلوس، وحست ان ربنا عاقبها عشان ما رجعتش الفلوس لصاحبتها، وانها اتعمل فيها اللي هي عملته في الست دي. يا ترى ربنا بيعاقبني عشان خدت الفلوس؟ انا لقيت الايباد ده بره وسالت الامن وقالوا لي ان انت ضايع منك ايباد. هو ده بتاعك؟ ايه ده؟ بتاعي، شكرا قوي. استني قولي لي الاول ايه اللي موجود على الكفر بتاع الايباد ده؟ انا عارفه، لا لاند. ايوه انتي بقى؟ شكرا. انا مش عارفه اقولك ايه، شكرا جدا. احنا ضيع مننا الايباد وكنا هنموت وخايفين جدا لا يكون حد ياخده ويمشي. بجد شكرا جدا على امانتك، كتر خيرك والله، ربنا يخليكي. شكرا. انت اسمك ايه؟ اسمي نور. اهلا يا نور، ازيك يا حبيبتي؟ شاطره يا حبيبتي، شكرا جدا، ميرسي. تعالي طب اشربي حاجه. لا حبيبتي شكرا، انا بس لازم امشي. طب ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. مبروك يا نوتي، رجعلك الايباد الحمد لله. الحمد لله. انت مش متخيله انا كنت شايله هم الايباد ده يضيع، لان احنا معناش فلوس نجيب ايباد غيره. انا كنت قلقانه قوي ان هو كان هيضيع فعلا. بس البنت نور دي بصراحه بنت مؤدبه ومحترمه وعندها ضمير. الحمد لله ان هي جابت لي الايباد تاني. تخيلي بقى لو كانت طمعت فيه وخدته لنفسها. ده يبقى تصرف وحش قوي. دي تبقى قليله الادب ومش محترمه. اهلها المفروض يزعلوا منها جدا على حاجه زي كده، يبقوا ما عرفوش يربوها. انت يا نادين لو في مكانها هتعملي ايه؟ كنت طبعا هددها، كنت هدي البنت الايباد طبعا لان يلاقي حاجه لازم يرجعها. الحمد لله يا نادي، مبروك. انت ربنا عمل معاكي كده عشان انت طيبه وبنت حلال وما بتاخديش حاجه من حد. اه مالك في حاجه؟ انا عايزه اقولك حاجه. ايه خير؟ انا كنت شايفه فلوس كتير قوي في الارض واستنيت 5 دقايق ومحدش جه فخدتها لنفسي. خدتي الفلوس ليكي؟ معقوله؟ طب ما احنا ممكن نوديها القسم، ممكن صاحبها يظهر. انا اسفه قوي يا مامي. ايه؟ انا مش قصدي. طب تعالي نوديها القسم. لا انا عارفه البنت فين. انت عارفه صاحبتها؟ بس انا كدبت عليها. كدبتي عليها كده برضو يا نادين؟ هو ده اللي انا علمتهولك. انا كنت زعلانه قوي من نفسي، كنت نفسي اديها تاني. طمعتي في الفلوس يا نادين؟ اخصى عليكي، اخصى عليكي يا نادين. طب تخيلي بقى لو كانت نور طمعت في الايباد زي ما انت طمعتي في الفلوس كده، كنت هتبقى عامله ازاي؟ كنت نفسي ارجعها لها والله. طب وبعدين انت عارفه مكانها؟ انا هدت لي رقمها. طب تعالي نكلمها. يلا بينا. الو مين؟ انا البنت اللي قابلت حضرتك لما انتي ضيعتي الفلوس. انت البنوته اللي قابلتها وانا بدور على الفلوس؟ انا لقيتها. بجد؟ لقيتيها ازاي؟ لقيتها في الارض. ايه ده؟ طب ربنا يخليكي. انت مش عارفه انا كنت بدعي ربنا ازاي ان انا الاقي الفلوس دي، انا كنت محتاجاها قوي 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 قوي. طب ما تعيطيش، خلاص احنا لقيناها. طب اجيلك ازاي ولا اعمل ايه؟ هبعتلك اللوكيشن. طيب شكرا قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. باي. باي. اهلا. ازيك عامله ايه؟ اتفضلي. معايا بنتي اسمها ايه؟ نور. ازيك يا نادين عامله ايه؟ ايه ده؟ انت نور اللي جابتي لي الايباد؟ ايوه. ايه ده انتوا تعرفوا بعض؟ ايوه لسه جايبه لها الايباد بتاعها الصبح. ايه ده بجد؟ سبحان الله، ايه ده؟ ايه الصدفه الغريبه دي نور بنتي. بجد؟ ايوه. ايه ده؟ طب اتفضلي. هي ماما فين؟ نايمه. ماشي يا حبيبتي. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. انت مش عارفه الفلوس دي كانت مهمه بالنسبه لي قد ايه. شفتي يا نور كنا شايلين هم الموضوع ده ازاي، والحمد لله ربنا بعت لنا نادين الطيبه دي اللي لما لقيت الفلوس ما طمعتش فيها. ما طمعتش فيها طبعا. شكرا يا حبيبتي. ده عشان نور كمان طيبه وما بتطمعش في الحاجه اللي مش بتاعتها. فعلا ربنا بيرد الحاجه دايما، يعني دايما اي حاجه خير هتعمليها ربنا هيردها لك اكيد. شكرا يا نودي، شكرا يا نادين.
عفوا. انتهت القصة يا جماعة. لا احنا ما بنقفلش القصص كده، بنقول وعاشوا في سعادة وهنا، ونادين اتعلمت الدرس وعمرها ما تاخد حاجة مش بتاعتها تاني، وتوتة توتة فرغت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ ملتوتة. يبقى عليكي حدوتة. دي كانت القصة يا جماعة. لو عجبكم انا الفيديو- اقول دي كانت القصة. دي كانت القصة. دي كانت لا، القصة يا جماعة، أنا اللي حكيت دي كانت القصة. القصة. دي كانت القصة يا جماعة بتاعت لو النهاردة. عجبكم الفيديو لو سبسكرايب وكومنت. لو عجبكم النوعية دي من القصص اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو لو مش عايزين نادين تطلع معاك لو مش عايزين نادين تطلع في فيديوهاتها في قناتها تاني اكتبوا لنا في الكومنتات، ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.